من سنة 2019 انطلقت قناة عطري من الإمارات لتكون أول قناة في الشرق الأوسط بتتخصص في عالم العطور. وبالرغم من أنه مؤسس القناة ليس عطارا محترفا، إلا أن حبه للعطور دفعه لتأسيس هي المنصة، واللي صارت اليوم وجهة رئيسية لكل من يعشق الروائح الجميلة والفواحة. القناة لم تقتصر على الوطن العربي فقط، بل اجتذبت جمهورا واسعا من أوروبا وأمريكا، خاصة الناطقين باللغة العربية. ومع تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل القناة نشر ثقافة العطور الأصلية والمميزة، تاركة وراءها آثارا كبيرة في مجال صناعة العطور. يسرنا بهذا الحوار اللقاء بالسيد طارق الأسمر لحتى نستعرض جوانب عدة من تجربته وخبراته في هذا المجال. يسعد صباحك سيد طارق. يا صباح السعادة والسرور يا أنس، يا مرحبا يا أهلا وسهلا فيك سيد طارق. اللي جذبني حضرتك بالموضوع أنه أنت ما عندك خلفية كان بموضوع العطور، ومع هيك أسست هاي القناة. شو اللي خلاك اليوم تأسس قناة عطري؟ والله الخلفية كان عندي أنا، يعني هو كان شغف وكان عشق منذ الطفولة بالعطور. وبديت أجمع مجموعة عطور عندي إلى يعني في سن تقدر تقولي بالذات في بداية المراهقة. فبديت أتعلق كثير بعالم العطور ونوتات العطور والنوتات العطرية اللي موجودة في كل عطر. ومع الأيام كبرت المكتبة، إلى في يوم من الأيام جت فكرة إني أسس هذه القناة. اليوم أيضا حضرتك متخصص فقط في العطور الأصلية. اليوم شو اللي بيميز العطر الفاخر عن العطر العادي، وشو السبب أنه أنت قررت تتخصص بس بهي العطور الأصلية؟ والله العطور الأصلية بمعنى، يعني خليني أوضح قصة يعني أو مسألة. إذا كان العطور الأصلية هي العطور اللي تحت أسماء براند مثلا، يعني خلينا نقول أن المرادف لها عطور التركيب. نعم، يعني في بدايات تأسيس القناة طبعا كان عندي جميع براندات العالم تقريبا في عالم العطور، وبديت أتكلم عن هذه البراندات من واقع الشغف والحب. إني أسوي ريفيو عن هذه العطور، بالذات إن في الشرق الأوسط ما عندنا هذه الملكة أو هذا الشيء، إن شخص يطلع يتكلم عن شيء يشم. صحيح. فنستعمل حاسة الصوت أو يعني التعبير عن شيء في الأصل هو يشم. فهذه كانت شوي صعبة. وكانوا وقت ما طلعت كان في ثلاثة، أنا ثالثهم حقيقة، ولكن كانوا ما يطلعوا. واحد من العراق أذكر أيضا كان هذا شاب، حسب ما أذكر كان اسمه محمود. وواحد من السعودية أيضا ما كان يطلع في هذا، لما طلعت أنا بمكتبة عطرية وسويتها على أساس أنها تكون قناة تتكلم عن أجمل عطور العالم. حلو كتير. حضرتك حكيت أنه بالبدايات كنت تحكي بكل حب وشغف وجمعت مجموعة من العطور. طب اليوم بعد ما القناة صارت ذات شعبية كبيرة، صار في إعلانات، صار في أرباح أكثر، يعني نحكي بالجانب المادي. طب اليوم هاي الأرباح هل عم تأثر على محتوى القناة؟ يعني بحيث انت ممكن تروج لعطر انت مو حلو بس على مود الارباح؟ بصراحه سؤالك جدا جميل، جدا جميل. شكرا لك. يعني اول شيء هذا ينم على ثقافتك، ما شاء الله عليك. شوفي اقول لك شيء، انا اتمنى ان الله يسمع منك تكون في ارباح للقناه. الى هذه اللحظه ما في ارباح للقناه حقيقه، ولكن نحن كقناه مثل ما انت تعرفي عندنا اكسبنسيف. يعني عندنا كقناة، عندي أنا موظفين، عندي مونتاج، عندي تصوير. فالعطور الشركات اللي تتواصل معي نحن نفرض رسوم رمزية للتصوير وللمونتاج فقط، ونسبة بسيطة تروح لكادر عامل في هذا القناة ما تغطي أيضا كل مصاريفهم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني العطور نفسها، يعني العطر النيش اللي أشتريه أو إني أقتنيه، هذا العطر بما يعادل في حدود 350 إلى 400 إلى 500 دولار العطر. صح. فأنت تتكلمي عن هذه المكتبة اللي وراي، يعني حقيقة بمئات الآلاف من الدراهم. يعني هي المسألة العطور مش هواية بسيطة،
ولا هي هواية سهلة. بالعكس، أنت لما نتكلم على أي منتج ثاني قد يكون أرخص من العطور أيضا، ولكن يعني أنا ما أفرض رسوم. القناة تأخذ فقط من كل شخص يتعامل بعد اقتناعي بالعطر، وهذا أساس. أيضا ثاني، يعني بما أن المسألة واضحة جدا، أنا ما أعتقد أني موجودة القناة هذه للربح، هذه وجهة نظري. هي شيء هواية عندي، لأني أنا أعمل في مجال آخر يختلف تماما، فمش مثل ما تقولي مش يعني لقمة عيشي أو رزقي، خلينا نقول. حبك وشغفك هو الأساس. أحسنتي. ولكن المبالغ البسيطة اللي يدفعوها الشركات لتقييم عطورهم وللتحدث عن عطورهم، هذه مبالغ فقط تروح للمونتاج وللتصوير ولا اكسبنسز موجودة للقناة، لازم دعم بعض الشيء أكيد يعني. اليوم إذا بدي أرجع لموضوع أني أنا من الأساس بدي أسألك ما شاء الله عن المكتبة اللي موجودة وراك، أو بدنا نحكي اليوم عن مكتبتك الخاصة بالعطور، هل هي لازلت بتعتبرها مجرد هواية أم أنها يعني بتمثل جزء من ولعك الشخصي بمعرفة العطور وتاريخها؟ نعم، هم الاثنين مع بعض. هواية ولع شخصي في عالم العطور بطريقة ما تتصوريها. يعني تخيلي هذه المكتبة رقم 3 اللي خلفي، حافظ من عشقي لهذا العالم، حافظ مكان عطر وتركيبة عطر من شغفي في عالم العطور حقيقة. عشق العطور عشق مش اللي يعني حتى أنا قرأت عنه من فترة إن اكتشفوا إن هذا الهوس نوع من أنواع الفوبيا اللي موجودة، أو شيء السيكولوجي موجود في عند بعض العالم، اللي هو إدمان شراء العطور. ولكن أنا حاولت حقيقة أسيطر عليها بعد ما صرفت مئات الألوف حقيقة يعني على هذه المكتبة. حاولت أني أسيطر عليها بطريقة أخرى. بعد نجاح القناة الحمد لله بدأت شركات العالم هي اللي ترسل العطور لمحقر قناة عطري للحديث عنها. فأيضا هذا ساعد كثير. طبعا في بعض الشركات ما في تواصل مع القناة معها، وبعض العالم يطلبون هذه العطور، أو أجد العطر جميل جدا فأضطر أني أقتني هذا العطر وأيضا أشتريه. ولكن مقارنة في بداياتي أو بدايات ما بديت أسس القناة، طبعا يختلف الوضع تماما في شراء العطور. لأن عندك مثلا عطور ساسبيرو اللي فوق هذه، هذه تقريبا العطر الواحد 1250 من أجمل العطور الإيطالية. طبعا 1250 درهم إماراتي يعني بما يعادل $350 $400 تقريبا. ما شاء الله. طيب اليوم في سؤال أنا حابة أسألك يا بعد ما شاء الله هالخبرة الطويلة والباع الطويل في مجال العطور. ما حأسألك عن عطر معين، حأسألك اليوم أنت صرت قادر تحدد شخصية الشخص اللي قدامك فقط من العطر اللي عم بحطه؟ 100%. صحيح. في بعض الشخصيات للأسف يعني المسألة وما فيها. نحن بدايات، إحنا خلينا نتكلم عنا كعرب. نحن العرب كنا من أوائل العالم والأمم التي بدأت صناعة العطور والتي بدأت إنتاج العطور حقيقة. وإذا تتكلمون عن العرب، فالعرب من قدماء الفراعنة إلى البابليين إلى السومريين إلى أمم كثيرة عربية ساهمت في تكوين وبزوغ عالم العطور. ومن ثم جاءت بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا، وانتم عارفين إن جت فرنسا قامت بصناعة العطور نظرا لأن كانت عندهم مشكلة بالروائح. صحيح. المشكلة عندهم إنهم ما كانوا من الشعوب اللي يعني تستحم، ما كانوا الشعوب النظيفة. صحيح. خلينا نتكلم بصراحة، وهذا صحيح. موجود في الإنترنت وموجود في التاريخ. اخترعوا العطر ليغطوا على الروائح الكريهة. نعم، يعني حتى من أيام لويس ال14 اللي من خلاله أصدروا بعديها بسنوات طويلة بارفومز دي مارلي تجسيدا لذكراه. كان هم أنتجوا له أصلا العطر لأن كانت رائحته لا تطاق. صحيح. ولكن يختلف الوضع عندنا إحنا العرب.
احنا العرب انتجنا العطور لان الطيب موجود في ديننا، حتى الرسول حث عليه، يعني حبب الي الطيب والنساء، الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول. فمساله التطيب عندنا في ثقافه العرب وفي ديننا الاسلامي هي ثقافه عميقه حقيقه. صحيح. للاسف الشديد رغم هذا التطور ورغم هذه الثقافه ورغم هذه الاصول الكبيره، كثيرا من الشباب وكثيرا من النساء ما يعرفوا يختاروا العطر اللي يليق لهم. صحيح. وهذه حقيقة. صحيح إني أتكلم عن أجمل عطور العالم، ولكن أنا ما أقول لحد روح اشتريه. أنا في كل مقاطع اللي اتكلمت فيها أتكلم عن النوتات العطرية. يعني أنت على سبيل المثال يا آنسة قد يليق عليك عطر في نوتة الكرز، وأحيانا في بعض النساء ما يليق عليهم نوتة الكرز أو الفراولة. أعطيني نوع معين، أعطيني نوع معين، اسم براند معين لحتى اشتريه. أنا هلا عم حط الشوبارد اسمه إيه؟ شوبارد جميل جدا، يعتبر من عطور الديزاينر. مش عطر نيش، ولكن في عطور انت قصدك نسائية يعني؟ ايه هتقلي عطر فيه شوي من الكرز، فأنا قلت أسألك عن براند معين يعني تنصحني فيه إنه أنا هلا ايه طبعا في كثير نوتات من الكرز. يعني في عندك ساسبيرو، حلو، في اخر اصداراتهم هذا العطر الايطالي سوى عطر كرزي في غايه الجمال والروعه. صح ان العطر يعتبر نيش وغالي، يعني انت تتكلمين عن فرق 3 أضعاف سعر الشوبارد. صحيح. ولكن عطر مكوناته الطبيعيه والزيت العطري هو اللي يلعب دور. اليوم حضرتك اكيد شاركت يعني بمعارض عالميه. إذا بدنا نرجع لنسأل عن موضوع العرب تحديدا، كيف شفت حضور الهواة العرب وإقبالهم على هاي المعارض مقارنة نقول بالهواة الغربيين؟ ويعني في اختلاف اليوم بطريقة فهم وتقدير العطور بين الطرفين. يمكن نحن حكينا جانب بسيط عن هيدا الموضوع، بس بموضوع ما يخص المعارض. المعارض يعني أقوى المعارض الحمد لله حاليا تعتبر من المعارض العالمية. معرض دبي للعطور يعتبر، معرض دبي للعطور يعتبر فعلا حقيقة صنفوه من أقوى عطور العالم. سافرت إيطاليا، سافرت فرنسا، سافرت كثير من الدول الأوروبية وحضرت فيها معارض، وإن شاء الله أجهز في شهر 2 للسفر إلى إيطاليا لمعرضهم المعروف. واللي شفته حقيقة أن الشغف في عالم العطور بالنسبة للعرب طبعا أضعاف المجتمع الغربي. في المجتمع الغربي حقيقة تجدي العطور نوع من أنواع الرفاهية في كثير من البيوت في أوروبا. هذه حقيقة. ولكن عندنا إحنا ضرورة. أنا أتحدى، نعم مش هذه أساس. صحيح. في كل بيت عربي أصيل لابد أن يكون العطر موجود في مكان. يعني نادرا ما تشوف عربي يجد العطر إلا شيء أساسي حقيقة، بغض النظر عن نوعية العطر ولا سعر العطر. يعني ممكن واحد يشتري عطر ب10 ب$15 يجد فيه جمالية هو يحبها وخذي على ذلك. يعني فعنا العرب نحن العرب حقيقة في مجتمعات أنا قابلتها لو بإيديهم يشربون العطور يشربوها. صحيح. ما بدنا ننسى الاستهلاك العام للعالم العطور ضخم جدا. ايه صحيح. بشوف ناس يعني حتى بيكونوا طالعين الصبح بيقولوا عم بكب القنينه على حاله من قد ما ريحته بتكون فواحه. نحب العطر نحن بشكل ايه صحيح. بدي اسالك اليوم، ذكرت انه على احد العطورات الغاليه، بدي اسالك شو اغلى عطر قمت بشرائه واقتنائه؟ اعطيني سعره بالدولار شوي، نحن عندنا مشكله ما عم نعرف نترجمها على الدولار من الدرهم. نعم. اوكي. هو اغلى عطر اقتنيته حقيقه كان عطر، وهو اغلى عطر في العالم. انت اقتنيته يعني هو اغلى عطر في العالم. اوكي. هو اغلى عطر في العالم. نعم. كان عطر اسمه لريز دفات من جاك فات فرنسي. اوكي. لريز دفات عباره عن خلاصه الايرس الحقيقيه اللي يتم زراعتها
بطريقة معينة لمدة 3 سنوات، ويشيلوا خصلة هذه الآيرس ويزرعوها بطريقة أخرى لمدة 3 سنوات أخرى، وبعدين يستخلصوا روح الآيرس اللي هي زهرة السوسن منها ويقطروها بنسبة بسيطة جدا. يعني تتكلمين عن 3000 وردة تقريبا من الآيرس على سبة يسووا تقريبا ربع كيلو ولا نصف كيلو من الزيت العطري. فتخيلي يعني انت شيء ويعتبر من اجمل عطور العالم حقيقه. يعني تتكلمين عن زهره السوسن، هي الزهره يسمونها الذهب الازرق، صحيح. اللي هي تعطيك النوتة البودريه. هذه شيء رائع حقيقه. كان انا اشتريت الزجاجه العطريه او امتلكت الزجاجه العطريه، كان قيمتها بما يقارب، اذا بقول ان تقريبا الزيت العطري ب $2000 30 منه. واو. نعم $2000 بالنسبة لهذه الزجاجة. في ملاحظة جدا مهمة. احنا نسمع عن في النت، نسمع عن ناس يبيعوا العطر ب$200,000 و$300,000 وفي بعض العطور وصلت إلى $1,500,000. صحيح. هذا مش الزيت العطري على فكرة، الزجاجة هذا عبارة مش ثمن الزيت العطري. يعني ما في شيء في العالم يصل إلى هذه، ولكن هم يحطون زيت عطري فاخر صحيح في زجاجة من الماس وذهب. فهي حقيقة تباع الزجاجة، ما تباع الجوس العطري. صحيح. فحسبت شيء هذا الريز دفات اللي أنا امتلكته كان هو أغلى زيت عطري في العالم، بمعنى أن أغلى عطر في العالم كان في زجاجة عادية كريستال عادية، لأن الزيت العطري هو اللي غالي. ولكن في بعض العالم اللي تشتري بمبالغ كبيرة تصل إلى $1,500,000 حقيقة، هذه تكون اشترت زجاجة عطر مرصع بألماس، بياقوت، بزمرد، بذهب، ومن أجل ذلك تكون غالية. 100%. بدي أتشكرك سيد طارق على كل معلوماتك السخية اللي أعطيتنا إياها وساعدتنا شوي إنه نحن نلاقي عطر مناسب لنا. شكرا لك. الله يسلمك، شكرا جزيلا. مشاهدينا، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لليوم، حلقة